السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنتكلم النهارده في الفيديو عن امراض طب الاسنان للاطفال. اكتر مرض شائع في طب اسنان الاطفال هو التسوس الاسنان اللبنيه او الاسنان الدايمه في فتره التسنين المختلط. احنا عارفين ان على مستوى العالم اكتر من نص الاطفال اللي سنهم من 6 سنين لحد سن 12 سنة عندهم تسوس في سنة لبنية على الاقل او اكتر، وعندهم تسوس في سنة دايمة ظهرت في الفم. فده مؤشر خطير جدا، يعني ده بيقول ان الاطفال على مستوى العالم، طبعا الدول متوسطة ومنخفضة الدخل دول او الناس الاسر اللي عندها يعني مشكلة او اعباء اقتصادية، دول بيأثر عندهم جدا جدا موضوع امراض الاسنان وبالذات تسوس الاسنان. هنشرح كده النهاردة ببساطة هو ازاي تسوس اسنان الاطفال بيحصل، وعموما التسوس ازاي بيحصل في عدة عوامل. عندنا انه البيئة الحمضية بتاعة الفم دي المفروض يكون مثلا ليها درجة معينة، لكن بقايا الاكل لما بتتراكم على الاسنان بتعمل طبقة كده اسمها طبقة البلاك. الطبقة دي بيكون فيها بكتيريا بتفرز احماض وتغير الحمضية بتاعة الفم، درجة الحموضة بتاعة الفم. هو ده بداية التسوس. درجة الحموضة بتاعة الفم دي هي اللي بتخلي يحصل زي عدم تكلس او خروج الكالسيوم من طبقة المينا، وبالتالي طبقة المينا اللي هي اصلا حائط الصد عن الاسنان في عملية التسوس. فانا عايزة اقول لكم معلومة مهمة جدا يا جماعة، انه الحاجات زي السكريات اللي البكتيريا بتتغذى عليها هي اللي بتؤدي الى زيادة حموضة الفم، وبالتالي بيحصل تسوس. فنراعي كده مع بعض، وانا عايزة اوريكم كده زي شرح تفصيلي ازاي التسوس بيحصل. تابعوني وشوفوا في الفيديو.